هو انا لما بروح الاستوديو اتصور ازاي الفلاشات دي بتضرب والراجل بيصورني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه تصوير بالمصري. معاكم محمد فتحي. وبدايه الحلقه السؤال ده جه في بالنا كلنا واحنا صغيرين لما بنخش الاستوديو ونبص كده نلاقي راجل مش موصل اي سلك في الكاميرا، واول ما بيدوس على الزرار انوار كتير بتضرب في وشنا عشان تنور لنا الصوره. السؤال ده في ذهني قعد سنين. كل ما اخش الاستوديو اسال نفس السؤال لنفسي، مش فاهم حاجه، كنت لسه صغير. لما دخلت التصوير فهمت وعرفت الحمد لله ليه هو بيعمل كده وليه ايه اللي بيخليهم يعملوا كده. حلقتنا النهارده عن التريجرز. مش بعقدك، هقول لك يعني ايه تريجر دلوقتي، بس هي ملهاش مسمى غير تريجر وهشرحها لك بالتفصيل. التريجر هو اداه او معده بتركب على الكاميرا وبتركب تحت الفلاش او الهيد لايت، بحيث ان هي تخلي الكاميرا لما تصور الصوره الفلاش ده او الهيد لايت ده او مصدر الاضاءه ده يضرب بالسهوله دي. يا عم بالسهوله دي، بس في شويه حاجات هقول لك عليها دلوقتي، انواع وحاجات زي كده عشان تبقى عارف يعني ايه تريجر بكل حاجته والكلام ده كله. التريجر ده بيبقى اسمه الكل كده تريجر، بيتجاب بيبقوا قطعتين. طب انهي فيهم التريجر؟ قطعه اسمها تريجر وقطعه اسمها ريسيفر، مرسل ومستقبل، عشان بس الموضوع يبقى بسيط. مرسل ومستقبل. المرسل طبعا عارفين المرسل هو بيرسل اشارات، المستقبل بيستقبل الاشارات. المرسل ده بيركب على الكاميرا مكان الفلاش، يكون له كده مكان زي الفلاش بالظبط من تحت، قاعده بتركب على الفلاش على الكاميرا عفوا، وبتربطه زي الفلاش بالظبط. هو مجرد حته بلاستيكه كده صغيره او كبيره شويه كده مثلا تركب على الكاميرا. القطعه الثانيه لو هتركب في هيد لايت بتكون متوصله بسلك، تمام، تكون واصله بين الهيد لايت وبين القطعه الثانيه اللي هي الريسيفر المستقبل. لو متوصله بفلاش فبتكون راكبه تحت الفلاش، يعني الفلاش بيركب عليها وهي بتتركب على ستاند. بقى كده اصبح على الكاميرا قطعه وتحت الفلاش قطعه. وظيفتهم ايه؟ زي ما قلنا وظيفتهم ان انت اول ما بتاخد الصوره تاخد الشوت، تدوس على الزرار، الصوره هي بتلتقط، يعني الصوره هي بتتاخد، الكاميرا بتبعت اشارات للمرسل، المرسل يبعت اشارات للمستقبل، المستقبل يبعت اشارات للفلاش يخليه يضرب، او الهيد لايت يخليه يضرب. ايه يا عم كل ده؟ طبعا كل ده بيحصل في جزء من الثانيه اللي انت بتدوس فيها الزرار. يعني زي ما بقول ده كده عشان اشرح لك ازاي ده طبيعه عمل ده وطبيعه عمل ده. هو بيحصل ده كله في جزء يعني في ثانيه الا ثانيه. فايدته ايه يا عم ده؟ ولا بيعمل بيه ايه ده؟ ولا لازم يكون معايا ولا مش لازم؟ ده فايدته ان انت لو محتاج مصدر اضاءه تصور بيه في مكان ما فيهوش اضاءه كويسه، او في مكان مثلا انت عايز تستعمل فلاش في عز الظهر باستخدامات معينه، ده فايدته ان انت بتخلي الكاميرا متوصله بالفلاش عن بعد من غير سلوك، اللي هو تحرك الفلاش مطرح ما انت عايز. ممكن انت ترجع بعيد قوي، تطلع فوق، تنزل تحت، انت كده كده ايه، مصدر اضاءه متوجه مثلا على الشخص اللي بتصوره وانت بتتحرك. وده فايدته ايه؟ فايدته انك ما يكون الفلاش على الكاميرا مطرح ما اتحرك الفلاش بيمشي معايا، يعني الفلاش على الكاميرا، فانا عايز مصدر اضاءه مثلا كده وانا اخد الصوره من هنا، ما لو معايا الفلاش يبقى مصدر اضاءه من هنا مش من هنا، فبحط التريجر والفلاش هنا واثبتهم كده هم ثابتين، او حد بيمسكهم لي او على ستاند، وانا بتحرك بص بقى هتشقلب، انا كده كده الكاميرا معايا مفيش سلوك، الاضاءه ثابته، اغير انا بقى زاويتي زي ما انا عايز. طب هو تريجر كده خلاص اروح اقول لك لا تريجر؟ لا، التريجر ده في منه انواع مش ماركات. هو في منه ماركات بس انا بتكلم عن انواع دلوقتي، ماركات هقولها في اخر الفيديو. في تريجر، التريجر مرتبط بالشطر بتاع الكاميرا. يعني ايه؟ يعني في تريجر اخره يعني استعمله وهو على الكاميرا ويكون شطر الكاميرا اخره 250، واحد على 250. يعني ايه؟ يعني صور على واحد على 100، واحد على 50، واحد على 200، واحد على 160، واحد على 250، ده اخري. ما بجيبش بقى صور مثلا على واحد على 320، لا، هيصور بس يبقى في مشكله، لان هو التريجر ده اخر سرعته لما تكون انت على واحد على 250 يبعت الاشاره للريسيفر بسرعه، والريسيفر يديها للفلاش بسرعه فينور لك الصوره. واحد على 320 هتبقى انت اسرع من التريجر، بالبلدي هتبقى صورتك اسرع من التريجر، فعلى ما يبعت الاشاره للريسيفر والريسيفر للفلاش الصوره هتجيلك مش منوره، هتجيلك منوره نص، وحوار تاني كده مالناش دعوه بيه دلوقتي عشان ما نلخبطكش. فدلوقتي بقى اصبح ان في تريجر اقصى شطر ليه واحد على 250 او واحد على 320 على حسب التريجر بيبقى مكتوب عليه. بس كده
ده اخري؟ لا، في تريجر تاني اقصى شطر ليك 1 على 500 بس كده. مش هينفع استعمل الشطر اكتر من كده وانا معايا تريجر؟ لا. نيجي بقى لليفل تاني اعلى في التريجرات. في حاجه اسمها هاي سبيد سينك. هاي سبيد سينك ده ميزه في الفلاشات والتريجرات بتخليك تستعمل التريجر على شطر عالي يوصل لواحد على 8000 جزء من الثانيه. ايه ده؟ وانا هستعمل الكلام ده فين؟ هتستعمله بس لو بتصور سيشن بالنهار ومحتاج اضاءه بسيطه ومحتاج عزل من العدسه، فهتصور على فتحه عدسه واسعه، فهتعوز شطر عالي. طبعا شطر عالي يعني، والفلاش هنا مش هينفع عشان الحوار اللي احنا لسه قايلينه من شويه، شطر عالي هيخلي الاضاءه مش توصل. لا، التريجر هنا بقى هيسمح لك تصور بشطر عالي، شطر 1 على 4000، 1 على 2000، 1 على 5000 زي ما انا عايز. يعني هو التريجر سامح لي سرعه التريجر ماشيه مع سرعه الشطر. والفلاش، حط تحت 100 خط، الفلاش اللي بستعمله فيه هاي سبيد سينك، فيه الخاصيه دي. في فلاشات ما فيهاش. اصبح ان اقدر اصور زي ما انا عايز بشطر زي ما انا عايز في اي مكان انا عايزه في اي وقت انا عايزه. حاسك تهت مني؟ ما تتوهش. التريجرات نوعين زي ما قلنا، نوع الشطر بتاعه بيوصل 1 على 500 مثلا، ونوع تاني بيوصل فيه هاي سبيد سينك الشطر بتاعه زي ما انت عايز، 1 على 10 ل1 على 8000. ميزته ايه؟ لو هتصور بإضاءة الشمس او محتاج تصور حاجة متحركة بسرعة، هتصور سبلاش اللي هي مثلا كورة في مية ومحتاج تصور المية دي وهي خارجة من الكوباية بسرعة وبإضاءة، تحتاج تريجر هاي سبيد سينك وفلاش هاي سبيد سينك. اتمنى اكون ما توهتش مني بس. طب ايه ماركات التريجرات دي؟ ولا اروح اقول له عايز تريجر وخلاص؟ لا، في ماركات. يعني التريجر اللي هو بيستعمل لغايه 1 على 250 او 1 على 320 مش متذكر قوي اسمه ريماكس. التريجر اللي لغايه 1 على 500 اسمه اوبوس. اسمه كوميدي بس مش مشكله يعني. التريجرات بقى الهاي سبيد سينك المشهوره الممتازه، في عندك تريجرين. في تريجر اسمه جودكس اكس 1، ممتاز ممتاز ممتاز. والتريجر ده اسمه واي يونج، او هو اسمه صيني كده فانا مش عارف انطقها قوي، واي يونج نو حاجه زي كده. سعر التريجرين دول ايه؟ عشان دول اكتر حاجتين بيتم الناس بتشتريهم يعني. التريجر الاولاني ده اللي هو الاكس 1 بحوالي 1150 جنيه، والتريجر التاني بحوالي 1500 جنيه، في الرنجات دي. ليه الناس بتجيب دول؟ عشان دول هاي سبيد سينك، وعشان فيهم مميزات حلوه قوي اللي هو تي ال. ممكن تتحكم في الفلاش، تخلي الفلاش اوتوماتيك زي ما انت بتخليه على الكاميرا اوتوماتيك تي ال، ويكون التريجر تي ال هو يتحكم في الاضاءه نفسه. ممكن يشغل اكتر من فلاش، ممكن يشتغل اكتر من ريسيفر. مميزات حلوه جدا، بس طبعا سعرهم عالي، بس مش هيجيبهم غير اللي محتاجه. في الاستوديو انت اقصى شطر بتستعمله 1 على 200 مثلا، فمش تحتاج التريجرات الغاليه دي، فبتجيب تريجر عادي. طبعا تريجر الاستوديو مش بيختلف عن تريجر الاوت دور. هو الفكره انه بيكون بس في وصله بتوصل بين الريسيفر وبين الهيد لايت. ففي تريجرات بتوصل عادي، ممكن استعمل تريجر الكاميرا زي تريجر الاندور او تريجر الاستوديو باختلاف السلك، وفي تريجرات متخصصه للاستوديو. يا رب تكون فهمتني وما تهتش مني في الحلقه، عشان الحلقه بس مش صعبه، هي حلقه لذيذه بس ركز فيها. ولو تهت في جزئيه ارجع لها تاني، اتفرج عليها تاني. ولو عندك اي سؤال سيبولي في كومنت او ابعت لي مسج على صفحتنا على الفيسبوك. ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك، ويا ريت تعمل شير للفيديو لو عجبك. وشكرا على 5000 سبسكرايبر. الخطوه الجايه عايزين نوصل ل 10000 سبسكرايبر، وبيكم ان شاء الله هنوصل. شكرا.